صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين. هيا كيما العادة الصباح جيتكم بحاجة هكا تدفي معاها شوية البرد، نحنا باردة شوية لهنا. قهيوة معاها كيك متاع قهوة. حاجة ما نحكي لكمش بلنا على بلنا. هيا جيبوا معاكم ستيل وورقة ولا جيبوا تليفوناتكم وتبعوا الوصفة بإذن الله سهلة ومقاديرها بإذن الله مضبوطة. ناخذوا 250 جرام فرينة اللي هما 2 كيسان، وناخذوا 250 جرام سكر، 4 عظمات، مغرفة كبيرة قهوة ومغرفة كبيرة خميرة و3 مغارف كاكاو، 100 مليلتر زيت و100 مليلتر حليب، ويكون الحليب دافي. به ناخذوا الحليب الدافي مع القهوة نذوبوهم مليح، دو بريفيرونس الحليب دافي. نعاود ونعاود ونعاود، خاطر نحنا الخليط نتاع الكيك هذا كي باش نقدوه لازم يكون الحليب دافي شوية مذوبين فيه القهوة. نفقسوا 4 العظمات نتاعنا ونثبتوا فيهم مليح بالوحدة. ما ننساوش الملح، خاطر هذاك هو اللي يعدل المذاق. نعمل رشة ملح، ومن بعديكا جيب باكو سكر فاني، سامحوني ما قلتلكمش على سكر فاني، والسكر والزيت والحليب المذوبين فيه القهوة، نركضوهم مليح 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 مليح. فهمتوا؟ نركضوا مليح، نخلطوا مليح الخليط بالكدا لين السكر يذوب ويتمازج الخليط متاعنا بالكدا، ونحسوه خليط هوموجين متجانس. يعني هاكم تشوفوا نخلط ونثبت، نخلط ونشوف. انتو والله العظيم الكيك هذه لا تستحق وقت وما تستحق حتى شيء، وتجيكم اول حاجة ما شاء الله هشوشة، تبارك الله عالية، وبالحق تكفي عيلة كاملة وترتاح مكا فطور الصباح. فهمت؟ تحطها في الفريجيدير وتنساها. ما شاء الله ما شاء الله تجيكم بنينة 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 والله العظيم وعلى ضمانتي. تبعوا خطوة خطوة خطوة. ديجا انا الفيديو متاعي عملت لكم بالتفصيل، عرفتوا باش تشوفوا كل شيء، والله بإذن الله تجيكم حاجة تهبل. به توا نجيبوا الحاجات الشايحة اللي هي الفرينة، الخميرة، الكاكاو باش نغربلوهم. لازم راهو يا جماعة نغربلو الفرينة، الخميرة والكاكاو. هذه حاجة ما لازمش ايتاب وتزابيوها. فهمتوا؟ هذه الايتاب لازم تعملوها باش ما تبداش فما كعابر، خاطر راهو كل حاجة ما تغربلهاش اون فيت تعمل كيفاش يقولوها لي بول الكعابر، تكعبر لكم. وفي الكيك متاعكم تجيكم هكا درا كيفاش تحسها ملبده، والحق مش بنينه حتى طرف، تحس حاجه ملبده. باغ كونطخ كي تغربل وتصفي والله العظيم تجيكم هشوشه بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تاكلوا يا ربي بالصحه والعافيه. الحاسيلو توا جبنا الخليط متاعنا السائل وصبيناه على الخليط الشايح، ونخلطوا مليح مليح التخليط المستمر، نخلطوا نوسعوا بينهم ونخلطوا مليح مليح. راهو الحاجة باش تجيك بنينة، توسع معها بالك وطيبها برشا محبة بكيف. راهو التطيب كيف كي طيب حاجة بكيف وبمحبة. وديما نقولكم اذكروا ربي كي تبداو الطيب والله تنزل فيها البركة بسم الله ما شاء الله. دونك خلطنا مليح، وانا قاعدة نخلط مريو فيكم في الليتاب متاع التخليط يا جماعة، خاطر والله العظيم نحب هكا الفيديو متاعي يكون بيان ديتايي فيه الأسرار الكل، عرفتوا؟ الحاسيلو جبنا الطبق متاعنا المستطيل ودهناه بالزبدة، نحاولوا ندهنوه بالكدا باش ما يسقلناش من بعد الكيك متاعنا وكل شيء، وتلقاوه ساهل باش تقلعوه، تلقاوه ساهل بإذن الله. ورجعنا وجبنا الخليط متاعنا وباش نحطوه في البلاتو متاعنا بشوية بشوية، نوزعوه ونحاولوا نوزعوه بالكدا. ومن بعديك هكا نضربوه شوية باش تخرج هكا الفقاعات، يخرج الهواء. تعملوا ضربات هكا خفيف، وما نسيوش نسخنوا
الفور متاعنا على 180 درجة من فوق من اللوطة 10 دقائق قبل، ونخليه يطيب، ما نحلوش عليه. راهو كي تحل على الكيك على الجاتو راهي بالحق تجي بالحق لا علاقة، خليوها طيب، عسوا عليها من بعيد لبعيد بإذن الله، تخليوها هكا 20 مينوت 25 مينوت بإذن الله سلامات. الحاصل باش نمشيو توا نعملو الصوص اللي باش نسقيو بها الكيك كي تخرج ان شاء الله سخونه سخونه سخونه. شنيا نعملو؟ ناخدو كيس حليب ولا هكا كيس غير شويه حليب، نحطوا فيه مغرفة ولا مغرفتين قهوة يعني سريعة الذوبان اللي استعملناها بكري، عليها 2 مغارف سكر، نخلطوهم مليح مليح، وتكون زادة الصوص هذه سخونة ما تكونش باردة، خاطر كي باش نخرجوا الكيك سخون لازم نسقيوه بالصوص هذاك السخون، فهمتوا؟ دونك قبل لا نسقيوها شنيا نعملوا؟ كيفاش نقولوها، نقبوا بالكدا بالفرشيطه، والفرشيطه لازم تغرق لين تمس يعني البلاتو من اللوطه، فهمتوا؟ تمس القاع نتاع البلاتو. دونك نوسعوا بالنا، لازم الكل كل 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 نقبوها مليح 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 كيما تشوفوا. شويه توسيع باذن الله كل شيء يجي بالكدا. هاكم نشوف فيا نمس فيها خاطر عجبتني مش نورمال ما شاء الله اسفنجية. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. وسقيناها كما تشوفوا ما شاء الله، انا نسقي وهي تشرب، اللهم بارك، تقول هيت عطشينا ما شاء الله. الحاسيلو اسقينا الكيك متاعنا كما قلت لكم لازم تكون سخونه والصوص سخونه، هذه نصيحه حطها في بالكم. توا باش نمشي نعمل كيفاش نقولوها الكوفرتور نتاع الكيك متاعي. انا شنو عملت؟ خديت كريم شانتيه، خديت كريم شانتيه، باكو كريم شانتيه عليه 370 مليلتر حليب. انتوما والباكو شنو يطلب منكم؟ انا طلب مني 400 مليلتر، حطيت 370 البنات خاطر نحبها تجي كونسونطري بالكدا. وذوبت شويه شوكولاته، عندي شويه شوكولاته خاطر نحب كلي فيه شوكولاته، نموت على الشوكولاته. دونك فما شكون يعمل فيها قهوه، كل واحد شي يحب. وعملت معاها يعني لا اله الا الله محمد رسول الله ساشي نتاع سكر فاني، فهمتوا؟ وخليتها تتركض مليح مليح، تخليوها تتركض لين تعقد بالكدا، فهمتوا؟ كي تعقد بالكدا تنحيوها وتبداو تعملوا في الكوفراج. حاسلوا كيما قلت لكم الشوكولا اللي عندكم ذوبتها مع شويه حليب، وجيت ما شاء الله حاجه تعمل 66 كيف. وهاكم تشوفوا توا قاعده نزين فيها من فوق بشويه. وننصحكم لازم الكيك متاعكم برد، ردوا بالكم تبداو تحطوا في كريم شانتيه والكيك متاعكم سخون راهو يذوب كالكريم شانتيه وتسيح، والحقيقه مش بنينه حتى طرف. الحاسيلو شويه توسيع بال، وما شاء الله جيت تهبل ما نحكي لكم مش تذوب، والله تذوب ما شاء الله. حاسيلو خليتها 3 سوايع 4 سوايع في الفريجيدير، ومن بعديك بديت نقص فيها. نصيحه كي تقصوا الكيك لازمكم على كل قصة هكا خط، كل ما تعملوا خط تمسحوا السكينة بالكدا باش تجيكم باهية على الاخر، فهمتوا؟ يعني هذه نصيحة، يعني في كل حاجة لازم تعطيوها حقها، كل حاجة تعطيوها قدرها، فهمتوا؟ السكينة تكون باهية ماضية وكل شيء، وكل قصة هكا ميسالش نمسح السكينة متاعي. وهاكم تشوفوا ما شاء الله. يا ربي ان شاء الله الرسالة نتاعي تعجبكم يا ربي، ونكون عطيتكم ديتاي نتاع ديتاي. نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله تعملوا ما خير منها وتاكلوا ما خير منها.